العجوزة امبلوزة قالت مشت كتبتني في الشيخ. قال مشت كتبتني، كتبتها اللي انا عملته والله العظيم اطلع من ملة الاسلام وابقى امشي اخلي ديني اغير ديني. انا لو ما خليت اي زول وقف كده وعمل السبعة وذمته شايفه انا انا شيخي الله. العجوز حتكون منو يعني مع 10 دينار؟ يعني حتكون منو؟ اجيها مشيت. طبعا يا جماعه ما وريتكم، انا ما لي شهر خليتها، لكن الطلعه عجبها دار تطلع. كلام قلبي انا لما انا اقوله تاني خلاص بوصل الزول لمقام معين، منه ملف تاني ينبح زي الكلب. والله ومبسوطه شديد، مبسوطه. والعجب والله قال عندي لك صور كان نزلتها. يا اخي عندي لك صور، اللي عنده حاجه بينزلها. تلفوني جاهز، جهزته. كنت عاوزه انقل الصفحه في التلفون ده عشان افتح وهناك يكون عندي الواتساب، انزل الواتساب كله بيني وبين اي شخص. هسي ما راحت شي، اي زول اعلم في خيله يركبه. اطلع من هنا اعمل تصوير لكل حاجه تنزل قدام النور والجمهور. انا ما في زول ماسك لي زله، ما في زول ماسك لي زله. قال شنو؟ قال تاني، قال شنو؟ قال بس تاني ما تفتحي لايف فينا. انا كلامي قلته، انا ما بفتح تاني في زول. انا رايي انا قلت في بالي الداري بشني تاني. انا بمشي تاني بجي قدام النور والجمهور، ما بخاف من اي زول. والحمد لله اي واحد طق البيجي خاشي بس تشيل الجوجو بتاعك، طق تجي خاشي تشيل الجوجو بتاعك بس. اما بالنسبه للنبس بتاعه وما بعرف شنو ومن الصره اللي تحت، انا ما بقول الكلام ده. انا بجيب ناس ولا ما في داعي عشان ما اجرح شعور ناس تانية. لا ما في زول ماسك لي زله، اللي عنده زله اللي مرقه. والله ما شفت. انا مبسوطه قدر شنو. اجمل حاجه في الدنيا دي انت تكون واحد زول بس، واحد واقف كده بس، وتخلي الناس كلهم بس هو تخلي لما تخلي الكلاب ينبحوا هو. اكيد انت اسد، انت امير، انت ملك. تسوقهم كده بس زي الغنم، تكون قاعد مرتاح بس تخليهم يلموا كده بس، ويتكلموا. انا اللي عملته. يا اختي كان عندك شيخ كان توريه يحل مشاكل السودان. لو في شيوخ كان يحلوا مشاكل السودان. اما بالنسبه للبيت طرطشتيها قبل اليوم، انا ما بطرطش. انا ربنا ده الحامي. عرفتوا؟ تدقني المطره، بتردمني المطره. زول كده زول في الدنيا الله خلقه يفتح فمه يتكلم معي يقول جوجو ما ترد علي، كذابين. انا برد لاي مخلوق يتكلم معي، اصلي ما بسكت، برد الرد، بوصل الشخص لدرجه انه يهيج ويعمل الدار يعمل، وانا بكون متكيفه. المهم انا عندي كلمات وجيزه وصلتها. خوف ما بخاف من زول. الناس تتلم تنبز من الصره اللي تحت وما عارف بيتكم وما هناي ويا تيت 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 بالمعنى الحرفي تيت 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 تيت. ديل انا يعني ديل ما بيفرقوا معي. الزول بيقول لك لا انا عندي دلائل في تلفوني، انا والله لو ما طلعتها ليكي، وانا عادي منو ما في زول ماسك لي حاجه وما بيمرق. انا ذاتي تلفوني قاعد وكل الدردشات وكل الصوتيات قاعده، كلها قاعده انا ذاتي بعرض. لكن انا ما بسرع لحاجه زي دي عشان انا ما كده، لكن بخلي الزول يبدا وبتم. انا دايما يا جماعه في الحياه انا ردة فعل، انا ما بكون الفعل.
انا بكون ردة فعل. واحلى حاجه انه كل شخص بيعرف جوجو كويس معرفه شخصيه بيعرف انه جوجو ردة فعل. يعني ما حصل كده مشيت نبشت حد كده واتكلمت زي ما حكيت لكم مرتين ناس نفرين وذكرتهم ما عارفه لقيت الفيس كله خاتنهم وقاعد جايبين كلامي اللي قاعد اقوله. ما حصل بنبش لي زول ما حصل ببدا، لكن بخلي الشخص يبدا لي وبعدين انا بقول كلام قلبي. عرفتوا كيف؟ لكن قصة انه زول يجي كده يعني يفتح نفسه كده افتحي لايف عشان نحن ما بنخليكي ومشنو. المنصة منصتي والشخصية شخصيتي والوشوشي والفم فمي. ايش في شنو بتعمان يتكلم؟ اللي عنده صوت كده يعلي واللي عنده الدنيا حلوة. انا فتحت اللايف ده طبعا جهزت اي حاجة في التلفون ده وجهزت تلفوني وشحنته. قلت على حس انه يعني انا بجد بس الرهيفه تنقد اعمل اي حاجه. اقسم بالله اختي قاعده تبكي، والله خليت اختي قاعده تبكي وفتحت اللايف. قالت انا نهائي ما ابدا، اخلي الناس تبدا لي ايا كان نوع الشخص بس هو اللي يبدا حتى بعدين انا ابدا. والله خليتها قاعده تبكي وانا جيت فتحت لايف. وامبارح شفته مش فتحت لايف اقسم بالله سكروا لي وقتي، والله سكروا لي اللايف وقتي. لا انا يا اسمك انا اسكت، انا ما سكت، انا ما رديت، انا فتحت لايف رديت قدرتي. في شنو ما قلته؟ الناس اللي بتكتب انه جوجو خفتي وما شنو، وين خفته؟ الزول لو ما خاف ما بيعلي صوته، الزول لو خايف ما بيعلي صوته، الانسان لو خايف ما بيعلي صوته. انا قعدت طلعت كده عادي يا يما عليت صوتي وقلت كلام قلبي كله وقلت ما بفتح لايف. لكن بس قصة انه لا عندنا صور بننزلها ليكي، عندنا رسائل صوتية بننزلها ليكي. اي زول عنده حاجة ينزلها، اي زول عندك شيء امرقه. ما عندي اسرار بالنسبة لانه انا تابعة وين ما تابعة وين والكلام ده ترويج تاني. انا ما بروج. البيان بالعمل عندي شغل كبير وعندي حاجات كتيرة بعمل فيها. سبحان الله ربنا بينقي الناس السيئة منك وبيشيلها منك بمشكلة بدون مشكلة. ربنا بيطلع منك الناس السيئين، الناس اللي بيكونوا موقفينك، الناس اللي بيخلوك دايما سمعتك تكون سيئة. فهمتوا؟ يعني ربنا بياخد منك الناس دي بجد بتلتفت للحاجة الصحيحة. وانا مبسوطه شديد انه ربنا قاعد ينزع مني الناس اللي ما كويسه في حياتي بجد. ومعرفه والله العظيم، والله في ناس انا في المنصه دي رفعتهم او خالطتهم قعدت معاهم اقسم بالله والله الفيس ده كله بيتكلم علي حرفيا. ما